يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. أنا أم منذر، واليوم الحلو تبعنا كتير طيب، مكوناته متوفرة بكل بيت. اللي بيحبوا الشوكولاتة رح يعجبهم هذا الحلو كتير، ورطب بيجي بيحبوه الكبار والصغار. أنا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها وأنا عم اشتغل. يلا سوا نشوف المقادير وطريقة التحضير. عندي هون حبة واحدة من البيض، واللي ما بده يحط البيضة كمان بصير، بس هو بيعطيها طعم كتير طيب. حطيت عليها ظرف من الفانيلا، وضفت عليهم كاسة من السكر. رح ضيف على هاي الكمية كمان لتر من الحليب. تقريبا هاد اللتر بيطلع يعني من هاي الكاسة اللي أنا مستخدمتها تقريبا 5 كاسات. بخلط الكل مع بعض وبضيف عليهم كاسة من السميد. هذا السميد مو الناعم كتير اللي مثل الطحين، السميد الوسط يعني تبع المامونية. بخلطهم هلأ كلهم هيك مع بعضهم على البارد، وحطيتهم على النار وضليت عم حرك لحتى بدي حبة السميد تستوي. رح حط هلا هون سخن عندي المزيج، بس بعده ما غلي. حطيت معلقة من الزبدة، بيعطيها كمان طعم طيب. الزبدة بتعطيها طعم طيب. ضليت عم حرك لحتى تقل عندي وصار بهالشكل هذا. يعني انا ما بطفي مباشرة، بستنى شوي وبتأكد انه حبة السميد استوت لحتى نطفي. مو مثل مثلا النشا مباشرة بيكون تقل خلاص، لا بنستنى عليه شوي، شي دقيقتين ثلاثة لحتى يتماسك اكتر. خلص هلا هيك تمام صار. لما بتشوفوا حركة الحليب صارت تقيلة، خلص تمام. بدي هلا حطه بالبايركس. انا بس البايركس حطيت فيه شوية مي وكبيتهم، يعني بس لحتى يكون رطب لما نحط عليه نزل عليه السميد. حطيته هيك وفردته على البايركس، وبدي هلا اتركه على جنب لحتى يبرد. فيني احطه بالبراد او اتركه على جنب بس انه يمسك طبقة. هون حطيت علبتين من هاي القشطة. كل علبة هي 200 جرام، يعني 400 جرام حطيت، وبدي احط 200 جرام من الشوكولا لحتى سيحهم مع بعض. باخدهم كمان برفعهم على النار. بدها تكون النار، تتأكدوا تضلوا عم تحركوا، تتأكدوا انه النار ما تكون كتير عالية حتى ما تلدم معنا الشوكولاتة وتحترق. بضل عم حركها، رح تلاقوا شوي شوي بلش يغير لونه. هون شافوها بعد لساتها ما صارت لونها غامقة كتير لأنه ما داخلت كل الشوكولا. هلأ ضل في قطع صغيرة، أنا فيني أطفيه وخليه على حرارة ال الكسرولة يدوب الباقي من الشوكولا. بحركهم هيك وبتركهم هلأ على جنب لحتى نرجع للصينية اللي عملناها. هون عندي 3 حبات من الموز. طبعا هلأ هو ما بيكون برد تماما الحليب والسميد، بس راح تلاقوا الطبقة اللي على الوجه بتكون تماسكت، يعني نشفت شوي. باخد الموزة بقصه بالنص، وكل نص كمان برجع بقسمه بالنص لحتى اعملهم هيك بهالشكل هذا، بحيث انه يسعوا بالصينية يعني اللي انا مستخدمتها. يعني هلا الطبقة اللي على الوجه صحية جمدت وهيك، حتى لو ما حطيته بالبراد رح تلاقوها جمدت، بس بعده كله يعني بعده بيكون دافي، ما نو بارد تماما. هو اطيب اذا كان كتير بارد. هلا بعد ما بدي وزع عليه الموز بهالشكل كله، غطي السطح. يعني فيكم تستخدموا اي فواكه بتحبوها، مو شرط الموز. رح اجيب الشوكولا اللي عملناها سيحناها قبل شوي وبحطها فوق الموز، بوزعها على كامل الصينية. صدقوني طبق كتير كتير طيب ومميز، ورح يحبوه كتير الأولاد عندكم إذا جربتوه. بيحبوه الكبار والصغار الصراحة، لأنه بيجي هيك رطب وبارد وفيه فواكه كتير طيب. هلا بعده الشوكولاته دافيه، فانا زينته كمان بفستق حلبي. فيكم تزينوه باي مكسرات بدكم اياها، وبندخله على البراد. يعني لا بدنا اياه هلا بعد ما حطينا الشوكولا وهيك، بدنا اياه يبرد تماما لحتى نقدر ناكله. الشوكولا هاي لانه حطينا لها نحن قشطة، فما حتلاقوها انه بتجمد مثل لما تكون شوكولا خام لحالها، يعني لا بتضلها هيك شوي رطبة يعني. بعد ما بردت طلعتها كمان من البراد، وحطيت عليها شوي، برشتها شوي من الشوكولا البيضاء. وهذا اختيار، يعني فيكم تضلوا بس على الفستق او تتركوها مثل ما هي، او تحطوا جوز هند، كله بيصير. راح اقطع شقفة هلا تشوفوها كيف صايرة. طبعا لازم تكون بردت تماما، يعني خليتها هلا انا شي 3 ساعات بالبراد، وبعدين لحتى رشيت عليها الشوكولا البيضاء. طبق كتير كتير سهل، طعمته كتير طيبة. الشوكولا شايفين كيف بتضلها هيك، يعني مو متماس، ما بتجمد، ما بصير قاسية لأنه بنحطها بالبراد، ما حتصير كتير قاسية، بتضلها رطبة. طعمتها كتير كتير طيبة.
بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم. إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.